ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة يا شباب هناخده مع بعض إزاي أمثل بيانيا الدالة التربيعية. أولا يا مستر دي الدالة التربيعية الألف ما ينفعش تبقى بزيرو، ولو كانت موجب هيبقى مولي لأعلى وله قيمة صغرى، ولو كانت سالب يبقى متجه لأسفل وله قيمة عظمى. أهم حاجة لما أرسمها هو مديني فترة فيها السينات من الزيرو لأربعة، 0 1 2 3 4. أنا دلوقتي مصر عايز أعرف قيمة الصادات. هل أفضل أعوض كل شوية وتضيع مني ربع ساعة ممكن في الآخر أنسى رقم فيهم وتوه مني الدرجات بتاعتي؟ أمال العمل يا مستر هتك على مود 7 تظهر معايا اف اوف اكس. اف اوف اكس اللي هي دالة س. خد مني أنا بس محتاج أقول لك في الأول معلومة ربما تكون ضايعة عنك، إن دالة س هتساوي ألف س تربيع زائد ب س زائد ج. نفسها بالإنجليش لو هكتبها هتبقى اف اوف اكس دالة س هتساوي اي اكس تربيع زائد البي اكس زائد سي. يعني الاي هي معامل الاكس تربيع، البي هي معامل الاكس، والسي هي الحد المطلق. هنا معاك الألف بكام؟ بواحد، والب سالب 4، والجيم بالموجب 3 على مود 7. عايز اقول له س تربيع ناقص 4 س زائد 3. السين اصلا اكتبها ازاي؟ لو بصينا على الالف عليها العلامه الحمراء، وبصينا هنا على القوس المغلق عليه برضو علامه الاكس بالاحمر، فعايز اكتب اكس. الاكس تكتب ان ادوس على الفا وادوس على القوس المكفول فيكتب لي اكس. الله 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 يا مستر. طب والتربيع يا باشا؟ تربيعها احلى تربيع، ناقص 4 س ناقص 4 السين اللي هي اكس يا مستر. ايوه، يعني ادوس على الفا وادوس على القوس زائد 3. اللهم صل على النبي. يبقى دالة س انت اللي ايه اللهم صل على حضرة النبي بتساوي س تربيع ناقص 4 اكس زائد 3. تمام؟ واضح يا مستر؟ ما سهل. الاوكي بتاع الآلة عامة هي يساوي. هنا طبعا في بعض الآلات الحديثة تيجي لها ده هتدوس يساوي تعملها سكيب، في بعض الحالات اصلا مش هتجي لك. تمام؟ ما يهمنيش اكتب حاجة هنا. يساوي الستارت، الفترة بتاعتك بدايتها فين؟ بدايتها زيرو، فهقول لها زيرو يساوي الاند نهايتها كام؟ يا مستر كاتب لي 5. مالكش دعوه بالآلة، قول له انا نهايتي 4. عند الاربعه يا باشا ما تدينيش، مش عايز منك معلومات تاني. ستيب، عايز تمشي بكام خطوه؟ عايز امشي بالخطوه عشان انا ماشي 0 1 2 3 4 يساوي يا باشا اهو. قال لك الاكس 0 1 2 3 4. لو الاكس بصفر اف اوف اكس اللي هي الصاد بكام؟ ب3. همسك انا ال3 دي واجي اكتبها اهي. السين بواحد ادتني 0، لما السين ب2 ادتني سالب 1. 3 0 سالب 1 0 3. بس كده اقدر من السهل الرسمه عليك انت. دلوقتي يا مستر ابو مالك يا حاج قرفان مني كده زي ما يكون في حبهان تحت درسك؟ ليه القرف ده كله؟ الحاجات المطلوب مني اعرفها نقطة رأس المنحنى، ودي شبه تبقى النقطة المميزة اللي هي يمينها شبه شمالها، متشابهين اللي هي 2 وسالب 1. لو طلب مني معادلة محور التماثل هفتكر السينات هنا كام؟ ب2. لو سألني عن القيمة الصغرى أو القيمة العظمى فدي الصادات هنا بسالب 1. كده إن شاء الله نكون انتهينا ازاي انك تحل الدالة التربيع على الآلة. اشوفكم على خير إن شاء الله.